ونبقى في أجواء الزيارة الأربعينية. ينضم معنا مراسلنا طارق الطرفي من كربلاء. مرحبا بك طارق، حدثنا عن أجواء استقبال الزائرين والمعزيين في زيارة الأربعين بكربلاء، تفضل. نعم، حياكم الله. الزيارة الأربعينية يعني تسير وفق ما خطط لها، وبدأت حشود الزائرين تكتظ داخل مركز مدينة كربلاء وعلى مداخلها الثلاث. جميع الخطط الأمنية والخدمية تنفذ وفق ما خطط لها وبإشراف حكومي مركزي. هناك خطط كبيرة تنفذ من قبل الدوائر القطاعية، من بينها دائرة البلدية تبذل جهود كبيرة في هذا المجال، وهناك دعم مركزي قدم لدائرة البلدية من الوزارة ومن محافظات أخرى. في هذا الوقت استضفت معي المهندس حسن الشريفي مدير بلدية كربلاء ليحدثنا أكثر عن تفاصيل الخطة. السلام عليكم سيدنا، قواكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. سيدنا، ما الجديد بهذه الخطة؟ يعني بلدية كربلاء خلال كل الأعوام التي مضت كل سنة تدير زيارة وتقدم خدمات، ما الجديد في هذه الزيارة؟ نعم، خطة هذه الزيارة هي خطة استراتيجية وعد لها قبل عام من الآن. افتتحنا العديد من المشاريع. هذه المشاريع تخص تقديم الخدمات لزوار الإمام الحسين عليه السلام، تخص طرق حولية ودوارات للإمام الحسين وطرق رابطة بين أطراف كربلاء في حدود قضاء المركز. هنالك دوار الإمام الحسين الأول الذي افتتح مقطع الأول منه بطول 11 كيلومتر، طريق الرابط الجنوبي، وهو طريق يربط بين طريق الحج البري وطريق نجف كربلاء وبطول 21 كيلومتر. هنالك دوار شارع الإمام الحسين الثاني، دوار الإمام الحسين الثاني أبو مهدي المهندس، أيضا تم افتتاحه، يربط طريق النجف كربلاء بطريق بابل كربلاء. هذا أحد المشاريع الحيوية المهمة الناقلة ل9 محافظات في جنوب كربلاء. أيضا على بقية وذكر المشاريع تم إنجاز 8 ساحات. هذه الساحات هي تهتم وتسهل نقل الزائرين وتفويجهم من وإلى كربلاء. هذه الساحات توزعت على محاور كربلاء 3، نجف وبابل وكربلاء. قامت بلدية كربلاء بالمساهمة في 4 ساحات من هذه الساحات. هنالك ساحتان في سيد جودة، وساحة قرب الدواجن، وساحة قنطرة السلام، مع العديد من المشاريع. 14 حي محاذي لمركز المدينة القديم غلق ملف الإعمار بها من خلال إنجازها، لأن كربلاء ما يميز الزيارة فيها تتحول إلى موكب حسيني خدمي واحد. لهذا كان علينا أن نضع خطة استراتيجية ترعى الزيارة الأربعينية. على المستوى اللوجستي سيدنا، يعني الملاكات والخدمات البلدية الفنية الدقيقة، يعني ما هي إمكانات بلدية كربلاء وماذا طلبت من دعم هذا العام؟ نعم، مديرية بلدية كربلاء كموارد بشرية من خلال كوادرها الموجودة أكثر من 2800 موظف مختلف الاختصاصات، كلنا نزلنا بالميدان وبعنوان مهندس نظافة نعمل على خدمة الزائرين الإمام الحسين عليه السلام وتقديم الخدمات لهم كل من حسب تخصصه، ونسهل حركة المواكب ونقل الزائرين هناك. نعم، نعم، هنالك أكثر من 2800 موظف، كذلك تم تشغيل 5000 مهندس نظافة آخرين. كذلك هنالك إضافة للأسطول الآلي لمديرية بلدية كربلاء البالغ 496 آلية. هنالك 110 آلية قدمت من محافظات البلديات المجاورة لدعم وإسناد بلديات كربلاء. تمام سيدنا، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا بكم. وأيضا على الجانب الأمني هناك خطة كبيرة تنفذ تشترك بها قطاعات وزارة الداخلية وقطاعات وزارة الدفاع. هذا اليوم يعني كان زيارة لوزير الدفاع وأيضا وزير الداخلية للإشراف بشكل ميداني على هذه الخطة. وأيضا استضيف معي العميد مقداد الخفاجي المتحدث الرسمي باسم اللجنة الأمنية العليا للزيارة الأربعينية لنتعرف أكثر. السلام عليكم سيادة العميد. السلام ورحمة الله. تصحيحا بالاسم العميد مقداد ميري المتحدث باسم اللجنة الأمنية العليا. تفضل. حياكم سيادة العميد. ما الجديد في الخطة الأمنية؟ الجديد في الخطة الأمنية أنها خطة أمنية وليست خطة عسكرية تقطع الأوصال أو تضيق الخناق، وإنما خطة بانسيابية عالية. هناك حركة مستمرة للعجلات، لا توجد قطوعات. تميزت أيضا بالإعداد لها بشكل جيد
هناك عمل كبير على الجهد الاستخباري والاعتماد على التقنية الحديثة في عمل الجهد الاستخباري. هناك نجاح يسجل لوزارة الداخلية أيضا أنها أدخلت الرادارات في مجال السرعة وتحديد السرعة لتفادي الحوادث. لذلك هذه الخطة تختلف عن الأعوام السابقة بقلة الحوادث المرورية وانعدام شبه تام للحرائق الموجودة بحكم إجراءات السلامة والوقاية، الجهد الاستخباري العالي والانسيابية العالية. لحد الآن النقل الخاص يؤدي وظيفته، الجهد الحكومي جاهز، في حال الحاجة له سندخله بشكل مباشر لنقل الزائرين. الساحات هيئت بشكل تام، تم الإعداد لها مبكرا بشكل جيد. أستطيع أن أقول أنها الأفضل عن جميع الأعوام السابقة والتي حققت نتائج أفضل من الأعوام السابقة. طيب يعني بالنسبة لانتشار القطاعات ودور يعني كيف قسمت القطاعات؟ كيف قسمت وبالتحديد قضية إدارة الحشود وانسيابية إدارة الحشود تدار من قبل قيادة العمليات المشتركة وتشرف عليها اللجنة الأمنية العليا للزيارة. القطاعات الأمنية تؤمن الحماية والأمن من المنافذ الحدودية حتى مركز مدينة كربلاء المقدسة. في هذه الخطة تشترك كل القوات الأمنية من دفاع، داخلية، حشد شعبي، حتى المحافظات التي لا تشهد زيارة في المنطقة الغربية أو في الشمالية تم استخدام قواتها ومرورها ودفاعها المدني وما لديها من إمكانيات، وأدخلت في إسناد المحافظات التي تشهد ذروة، خصوصا محافظات حزام كربلاء التي هي النجف وبابل القريبة جدا من كربلاء والأنبار. وأيضا هناك جهد عالي منقطع النظير للأجهزة الخدمية. أستطيع أن أشبه عمل المؤسسات الحكومية أشبه بموكب حكومي، وهناك موكب شعبي يقوم به الشعب العراقي الذي هو أوسع وأشمل والذي يسند القوات الأمنية. لذلك لا يمكن لك أن تحقق ميزة أمنية إطلاقا ما لم يكن هناك مساعدة من المواطن، والشعب العراقي كان رائعا في إسناد كل الجهود، وكان هو صاحب أو هو رجل الأمن الأول في هذه الخطة. يعني الزائرين الأجانب الإحصائية هي متغيرة، لكن لغاية يوم أمس الساعة 12 ليلا كانت الإحصائية 2,750,000 زائر دخلوا إلى البلاد، غادر منهم 1,092,000 إلى الآن، لكن الإحصائية متغيرة. اليوم ستخرج إحصائية في نهاية هذا اليوم وباقي الأيام الأخرى. أما العراقيين من الصعب إعطاء إحصائية سنحصل عليها عند نهاية الزيارة. شكرا جزيلا. نعم زملائي، تستمر جميع الخطط بالتنفيذ إن شاء الله. يعني لم يتبقى لانتهاء الزيارة حتى يوم الأحد، الجميع باستنفار كامل كما تحدثنا وتحدث المسؤولون عن هذه الخطط. ننتظر نتائج الخطة وإن شاء الله تكون جميعها ناجحة. نعم طارق، يعني هناك أيضا تبدو أن هناك عاصفة، يعني كيف تجاوزت محافظة كربلاء هذه العاصفة؟ هل أثرت على حركة السير؟ هل شلت حركة السير وما إلى ذلك؟ نعم، يعني بشكل عام العاصفة في يعني النواة الجوية في كربلاء ليست بالكبيرة كما توصف. يعني هواء طبيعي وجاء من صالح الزائرين باعتبار أنهم يسيرون على الطرق وأجواء يعني درجة الحرارة العالية، فالكل يتمنى هذا الهواء الذي يهب ليغير من بيئة يعني البيئة الموجودة على الطرق وداخل مركز المدينة. فلم يسجل أي إرباك في هذا الجانب وكل الأمور طبيعية. نأمل ذلك. كنت معنا طارق الطرفي من كربلاء، وأيضا شكر موصول لمدير بلدية كربلاء وإلى سيادة العميد. شكرا جزيلا لكم.